مرحبا بكم في تحليل معمق جديد. اليوم غادي نهضروا على واحد الماتش مهم، ربع نهائي كأس العالم للأندية. باريس سان جيرمان ارحبت بايرن ميونخ ب2-0. وي، الماتش كان في أتلانتا في ملعب مرسيدس بنز. الأهداف كيف ما شفنا، ديزيريي دوية ماركا الأول في الدقيقة 78. وعثمان ديمبيلي زاد الثاني تقريبا في آخر لحظة في الدقيقة 90+6. كل شي هدر على البيت يد ديمبيلي ياك. هو هذاك البيت كان زوين وكل شيء، ولكن المصادر والمعلومات اللي قرينا عليها كتعطي واحد الصورة مختلفة شوية. كيفاش مختلفة؟ كتهضر على أن اللاعب اللي بصح كان هو المفتاح هو أشرف حكيمي، وخا خدم في الصمت كيف ما كنقولوا. المصادر وصفاته بأنه القلب النابض ديال باري. القلب النابض؟ إيوه، هذه مثيرة للاهتمام. يلا ندخلوا في التفاصيل ونشوفوا علاش الدور ديالو كان حاسم لهذه الدرجة. نبداو بالهجوم، حيت باين كان عنده دور تماك، هو اللي صنع البيت الثاني ماشي؟ كيفاش بالضبط؟ تماما، هذيك اللقطة زعما كتبين بزاف ديال الحوايج. المصادر كتعاودها بالتفصيل. حكيمي خدا الكورة وقدامه ماشي واحد ولا جوج، ولكن 3 ديال المدافعين ديال بايرن، ورغم ذلك دار واحد المهارة فنية واعرة بزاف، ماشي غير دازهم. ولكن خلق المساحة. نيشان خلق المساحة وفتح اللعب بواحد السرعة وعطاها لديمبيلي. لقى ديمبيلي في وضعية مثالية باش يماركي، يعني ماشي تمريرة عادية. فهمتك. إذن هاد الشي كيبين أنه ماشي غير ظهير أيمن كلاسيكي اللي كيطلع ويساند الهجوم وصافي. بالضبط، هادشي اللي كتشير ليه التحليلات. حكيمي كيجسد داك المفهوم الجديد ديال اللاعب اللي كنسميوه الجناح الشامل، يعني اللاعب اللي عنده تأثير في كل شيء. كيفاش في كل شي؟ زعما ماشي غير هجوم أو لا دفاع بوحده، ولكن عنده واحد ذكاء تكتيكي، فهمتي، كيخليه يأثر على اللعب في مناطق مختلفة ديال التيران. التمريرة ديالو لديمبيلي المصادر كتنعتها بالتمريرة الساحرة. الساحرة. وي، وهذا الوصف ماشي غير مجاملة، راه كيبين القدرة ديالو باش يخرج كرات حاسمة من وضعيات اللي كتكون صعيبة بزاف. القيمة ديالو في الصناعة واضحة جدا. ولكن اللي زوين في الأداء ديالو كيف ما كتقول المعطيات هو داك التوازن. هاد اللمعان الهجومي كامل ما كانش على حساب الدفاع ديالو. كيفاش بان هاد الشي في الماتش؟ هذه هي القوة ديالو الصراحة. التقارير كتأكد أنه كان حاضر بقوة في الدفاع، ماشي غير حاضر وصافي، شارك في الضغط العالي على الدفاع ديال بايرن. يعني كيضغط القدام؟ نيشان، ونجح يرجع كرات في مناطق متقدمة، والأهم عنده واحد الوعي الدفاعي اللي الصراحة كيفوق بزاف ديال اللعابة اللي كيلعبوا في نفس البوست ديالو. واه، هذه مهمة. ماشي سهل تلقى لاعب عنده ديك النزعة الهجومية كلها وفي نفس الوقت عنده داك الانضباط والتركيز في المهام الدفاعية. راه قطع شي كرات اللي كانوا خطيرة بصح، كانت ممكن تكون بيت البايرن. وهذا الأداء كيزيد يبان مهم أكثر من اللي كنعرفوا الظروف اللي لعب فيها الفريق، خصوصا في الشوط الثاني ياك؟ أكيد الفريق كان كيلعب ناقص 2 لعابة، طردوا ليهم ويليام باتشو ولوكاس هرنانديز. هنا فين بانت الروح ديال القائد عند حكيمي. كيفاش؟ واحد المصدر قال عليه بالحرف ما تراجعش حكيمي، وهذه مهمة بزاف. فاش الفريق ناقص عدديا وبايرن ضاغطين، هو بقى كيغطي الملعب كامل، كيف ما قال المصدر، من أول مدافع حتى لآخر مهاجم. واو، يعني كيحرث التيران. تماما، بقى كيحفز درادي صحابه، كيحافظ على التوازن ديال الخطوط. هذه هي العقلية اللي كتحتاجها الفرق الكبيرة في اللحظات الصعيبة، وهادشي اللي كيخلي لاعب بحاله حاسم وخا ما كيماركيش هو براسو. وهادشي كيتأكد حتى بالتصريحات اللي جات من بعد الماتش ماشي؟ فعلا، ديمبيلي براسو اللي ماركا البيت الثاني شكر حكيمي بشكل خاص على ديك اللقطة الحاسمة، وحتى المدرب لويس إنريكي هضر على الذكاء ديالو في اللعب وكيفاش كيعرف يتحكم في الإيقاع ديال الماتش، خصوصا فاش الفريق كان ناقص. إذن ملي كنجمعوا هادشي كامل، صناعة هدف واعر، مجهود دفاعي كبير، وزيد عليها القيادة في وقت الشدة، كنفهموا علاش توصف بالقلب النابض.